أهلا بكم أيها الأصدقاء. فرقتهما الدماء وجمعتهما مصيبة الزلزال. إنهما تركيا وسوريا، حيث القطيعة تقترب من نهايتها بعد أكثر من 12 عاما سالت خلالها الكثير من الدماء على الأرض السورية ولم تزل. قبل أن يسطر الزلزال ملحمته الدموية، انطلق من قهرمان مرش في تركيا وصولا إلى قلب الاقتصاد السوري في حلب. نشطت حركة موسكو وطهران على خط أنقرة دمشق، والتقى قادة المخابرات من البلدين وبعدهما وزيري الدفاع في موسكو، وتكاثر الكلام عن اللقاء القريب بين الأسد وأردوغان. فهل تسرع دماء الزلزال من خطوة عقد اللقاء؟ يقول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن التواصل مطلوب لمواجهة كارثة الزلزال بين تركيا وسوريا، لكنه غير موجود. فيما يخرج وزير الخارجية التركي بعد يومين ويعلن فتح المعابر بين إقليم هاتاي أو لواء الأسكندرون لإدخال المساعدات إلى سوريا. فهل ستسقط محرمات الطرفين وتكون موسكو نقطة التلاقي؟ لما هذا مستحيل بين أردوغان والأسد؟ وحتى عربيا لم يعد من محرمات كبرى تجاه الأسد. المساعدات الإنسانية تدفقت من معظم الدول العربية، وحتى الطائرات السعودية ستهبط في سوريا، ويستكمل الجميع إعادة وصل من قطع لمدة 12 عاما. فهل ستعود سوريا أيضا إلى الجامعة العربية؟ إنها دبلوماسية المساعدات العربية تجاه سوريا وتقاسم المصائب بين الجارين التركي والسوري. القضية لا تقف عند حدود تركيا والعرب تجاه سوريا وطي صفحة الماضي، فالتغيرات الدولية والصراع الكوني على الساحة الأوكرانية فرض على الجميع مراجعة الحسابات، طالما يتجه العالم إلى موازين قوى جديدة، وما علينا سوى المراقبة والانتظار.